غير موضوع التحرُّش خالص، ابنك ممكن يكون بيتعرّض للعنف وأنت مش واخد بالك. في ناس كتير مريضة نفسيًا بإن هي تعذّب الأطفال أو إن هي تأذيهم أو إن هي تضايقهم أو إن هم يضربوهم بشكل مُبالغ فيه أو إن هم حتى يعنفوهم نفسيًا. يفضل يكتم في الولد ويضايقه ويعمل له حاجات كتير جدًا، جدًا، جدًا أنت مش ممكن عقلك يتصوّرها. وشُفنا أمثلة كتير جدًا عن حضانات محطوط فيها كاميرا أو أطفال صوّروا مدرسين بيتم تعذيب الأطفال بأبشع الصور اللي أنت ممكن تتخيلها. بيسحلوا الطفل، بيضربوه بالإيد وبالرجل وبيعذبوه حرفيًا وبيضربوه ضرب جامد جدًا وبيخوّفوه بالضرب ده إن هو يروح يقول لأهله. فالمهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنت تتكلم مع ابنك وتفهّمه إن هو يكون جريء عشان لمّا ييجي يكلمك في حاجة يبقى جريء ويتكلم بصراحة. وبرضه بعيدًا عن التحرُّش ما تعوّديش ابنِك إن حد ممكن يمِد إيده عليه، يعني مش شطارة منِّك إن أنتِ تروحي تقولي للمُدرِّس اضربه، عنِّفه، أنا عايزاه أحسن، اضربه، هو الضرب عمره ما هيفيد بأي حاجة، هو كده مش هيبقى أحسن، بيخلّي الطفل يبقى على طول خايف وجبان، وده اللي بيخلّيه برضه ما يجيش يتكلّم معاكِ في أي حاجة، ما هو طبيعي أنتِ رَد فعلِك معاه أنتِ أو باباه بيبقى صعب جدًا إن هو لمّا ييجي يتكلّم خلاص أنتِ مش هتاخدي معاه reaction، أنتِ سايباهم هُم يربّوه بالضرب، فما تعوّديهوش على الضرب، عشان ما يبقاش بالنسبة له حاجة عادية.